حلقة أخرى محللون على المباشر يقولون نتمنى خسارة الفريق المغربي أمام تنزانيا، والآخر يقول له إنها في مصلحة الجزائر. المخزن بقيادة لخجع وفر كل الأموال من أجل تكسير الجزائر. أستاذ سفيان شويتر، هذا فيديو يعني عندي العشرات بنفس المنطق، يعني مرة المخزن لخجع، هذا مش عارف. إذن كما قال الكثير من المراقبين، من العادي جدا أن يخرج فريق كبير إفريقي من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا، وقد حصل مع فرق كبيرة أخرى خلال المنافسة الماضية، وحدث ذلك مع فرق كبيرة خلال منافسات كأس العالم، كان على رأسها ألمانيا والأرجنتين وأيضا فرنسا. من العادي جدا أن يستقيل مدرب بعد خسارة في منافسة كروية قارية أو عالمية. أخبار تبدو عادية، لكن غير العادي حسب هؤلاء هو ما حدث خلال منافسة الكان وبعد الإقصاء. إخفاق رياضي يعري سمة الفشل المستديم لنظام سياسي احترف الاحتفاء بالإنجازات الوهمية برأي متابعين. المنتخب الجزائري لكرة القدم يستنسخ تجربة الدورة الماضية من كأس إفريقيا للأمم. ظهر بمستوى ضعيف في كوت ديفوار ليقصى بعد تعادلين وخسارة. إقصاء في دورتين متتاليتين يؤكد أن الفوز بكأس دورة الجزائر عام 90 ودورة القاهرة عام 19 و2000 كان استثناء رياضي تزامن واستثناء سياسي في تاريخ نضال الجزائريين صنعه الشعب في انتفاضة أكتوبر 88 ثم في الحراك الشعبي التاريخي سنة 2019. حال كرة القدم والرياضة في الجزائر جزء لا يتجزأ من منظومة الفشل التي تحكم البلاد كما يرى متابعون. مراقبون يرون أن السلطة ظلت تسرف في الإنفاق على كرة القدم لاتخاذها ملهاة ومتنفسا للرأي العام لا غير. الجزائر الجديدة أسست لنموذج متجدد من الفشل كانت كرة القدم أحد تفاصيله حسب محللين وسياسيين. وبالمختصر المفيد كان المنتخب الوطني بمسيرته صورة مصغرة للجزائر الجديدة بمسؤوليها. قبل أن نذهب إلى ضيفي أستاذ سفيان شويتر، نتابع يعني عينة من أداء هذا الإعلام خلال المنافسة، لكن بالتحديد بعد الإقصاء، وكيف أرادوا تفسير هذا الإقصاء. نتابع معا. أنا ما تكتبت على الجزائر، بول الجيريوي راني مثل هذاك الجندي. عدا ذلك من فضلكم اعملوا من أجلي مصلحة كرة القدم الجزائرية. كما رشدي فار العار 5 ضربات جزاء، اوكي، والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامره، بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كاين مؤامره. اليوم الدميه تاع موتشيبي، اليوم ركراكي نحاولوا العقوبه، الرساله واضحه، نحات العقوبه ركراكي بعد مباريات نحات له، لانه المخزن اليوم نعاود نذكرها، انا جندي من جنود هذه الجزائر اللي تخافوا اليوم تهضروا، تخافوا تجوا لبلاطو باش تدافعوا على بلادكم، تخافوا بور لالجيري. المخزن هذا هو اللي يتحكم اليوم في كواليس افريقيا. المخزن عنده ابعاد دانئه، المخزن عنده ابعاد للتاثير على استقرار هذا البلد. المخزن بقياده لخجع وفر كل الاموال من اجل تكسير الجزائر. أستاذ سفيان شويتر، هذا فيديو يعني عندي العشرات بنفس المنطق، يعني مرة المخزن لخجع، هذا مش عارف شو هو، ومرات حكام في افريقيا. المهم الاخر يعني بعض الدول الافريقيه، الحكام، الاتحاد الافريقي لكرة القدم. المهم المؤامرات كانت من كل الاطراف حتى النقصة من الكان. ما تعليقك حول ما سمعت، وهذا في تلفزيون يعني قديم في الجزائر، وهذه الحصة بثت على الرأي العام؟
الله وبركاته وتحية طيبة للجميع. والله في الحقيقة شيء أعتقد أنه شيء مضحك بصراحة، أصبح شيء مضحك، لأن مسألة الرياضة فوز فريق أو خسارته مش يعني مشكلة بالنسبة للدولة أو لأي مجتمع، هذه موجودة في العالم في حقيقة الأمر. إذا لم ينجح الفريق فهو في الأمر فشل في كل القطاعات، لا أكثر ولا أقل. لا يمكن أن تكون دولة يعني في كل قطاعاتها، القطاع الصحي، التربية، البحث العلمي، قطاع العدالة إلى آخره، فاشلين ومنهارين، وينجح القطاع الرياضي. لا يرتبط الكامل. هذا صورة من الصور الانهيار والفشل لمنظومة الحكم في الجزائر. وفي الحقيقة الأمر حتى هذا ما يتزعمون على أساس أنهم إعلاميين ويشرفون على ما يسمى القنوات الإعلامية، وفي الحقيقة هذه صورة من الصور الانحطاط وتدني المستوى الأداء. يعني للأسف ربما الشباب والناس اللي يتفرجوا البعض منهم ما حضروش عهد الحزب الواحد، ولينا يعني أصبحنا بعد ما كنا نندد بمرحلة الحزب الواحد وكنا نرحب بالتعددية الحزبية بالديمقراطية، هذا أصبح الآن نظرا لهذا الانهيار والتدني المستوى أصبحنا يعني وكأننا عندنا حنين لدائم الماضي، وكأن المستقبل الحاضر